السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد، وهنشوف بقى الطريقة اللي احنا هنعملها النهارده. طبعا العجينة ديت اللي باقية من المرة اللي فاتت قلت لكم هشيلها في الفريزر، فهي كنت مطلعاها علشان تفك. انا كنت هطلعها من الكيس بس حبيت اسيبها عشان اوريها لكم بعد ما كانت طالعة من الفريزر اهي. طبعا طلعاها من امبارح وسايباها في التلاجة، فبتلاقيها فكه كده، وزي ما انت شايفه العجينه كانت جميله وهشه. يلا بينا بقى نحطها هنا. هحطها هنا وارجع لكم تاني. وهو كده زي ما انتم شايفين طلعتها بقى اهيت. بدهن بقى الصينيه دي كده زيت عشان اقرص عليها كده زي ما انتم شايفين. طبعا هنا راسه الطماطم وحط عليها نص قرن فلفل ومصفياها عشان بينزل منها ميه. يلا بينا بقى نبل ايدينا من الزيت. بسم الله. كده نبتدي بقى نقرصه كده عشان خاطر طبعا هنسيبه برضو يريح تاني. انا معايا هنا كده لانشون، وده بالبسطرمه، لانشون بالبسطرمه، ومعايا جبنه واجي الزيتون. يعني اكله خفيفه كده برضو حلوه. اهو كده زي ما انتم شايفين تقريصه حلوه. هقرص بقى ده كله وبعدين ارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين قرصت طبعا كل اللي كان عندي. هسيبه بقى يرتاح كده شويه عبال بقى ما نقطع الحاجات دي مع بعض كده زي ما انتم شايفين. اهو كده زي ما انتم شايفين الطماطم اهي متقطعه. هنقطع بقى عليها اللانشون كده. هتتاكدي بقى ان هو متقطع كله اهو بالطريقه دي. اهو كده. متنسيش بقى اللايك لاختك كده وتشجعيني بتعليق حلو منك. كده زي ما انتم شايفين. ممكن تعمليها بقى بالبسطرمه، تعمليها بالجبنات بس عادي، يعني هي بتطلع حلوه. اهو كده زي ما انتم شايفين قطعت بقى اللانشون. هنحط بقى كده الجبنه دي. ادي كمان الزيتون. بحب اقطع الزيتون كده، ساعات بلاقي فيه اهو، ساعات بلاقي فيه اللي هي البذره بتاعته. بحب اقطعه حتت صغيره وفي نفس الوقت عشان ما الاقيش بذر جواه. كبير بس. كبير قطعيه والباقي سيبيه.
كبير بس. طيب ايوه حلو كده. هنكمله كله. حلوين كده، حط حبة كمان عشان ما يمررش. بس كده. اهو كده يا جماعه بقى، هنحط له بس نطره ملح صغيره، وهنحط له بقى شويه كمون كده. اهو بقى زي ما انتم شايفين كده. اللانشون ده على فكره بيدي طعم حلو قوي. انا مش اول مره اجرب الطريقه ديت، على طول بعملها. هنشوف بقى هنعمل ايه كده وهرجع لكم تاني. وكده بقى زي ما انتم شايفين، طبعا انا الرخامه نضيفه اصلا، يعني بصوا مناديل بيضه مفيهاش اي حاجه. فانا بحب بقى ان انا يعني طالما قادره بقف على الرخامه واعمل، وطالما كمان الكميه عندي قليله. وزي ما انتم شايفين كده هاخد بقى كده حبه زيت. انا زي ما قلت لكم كذا مره بحب اعمل بالزيت. هناخد بقى من العجينه كده اهو. وده كده برضو لازم امسحها عشان احط عليه على طول. لو حاسه ان الزيت كتير فانت ممكن تقللي منه شويه. كده على فكره انا حطيت باقي كميه الزيتون. هحط بس كده عشان حبه كمون عشان نسيت نسيتي؟ نسيتي الملح ولا حطيتيه؟ حطيت الزيتون كله دول حبة ملح صغيرين بس، رشة كده بس. اسمعي بس. حبه فلفل اسود، يعني بصوا ذره صغيره كده مش بس يا ادم. بس ابنك قفل الفرن. انتوا ما شايفين حطيت حبه كمون ونفضل فلفل اسمر صغيره. وهنا كده بقى دهنت الصينيه زيت بالفرشه. مامي حمودة. بتعمل ايه يا حمو؟ بتعمل ايه؟ ماما ماما كل حاجة أنا صار. ناخد التانية برضو على نفس الزيت، مش هنحط زيت تاني اهو. اقفل التلاجة، اقفل التلاجة، اقفل. خد يا اوسا، خد اقولك، خد اقولك. اهو يا جماعه بصوا بيتقفل بسرعه وبيلزق في بعضه اهو. كده عليهم برضو على نفس الزيت. بحط اول مره زيت وبعد كده بقى بفرد يعني كده على باقي كميه الزيت اللي هي كانت محطوطه.
هنخلصه دوت بقى كده، وهفرد بقى باقي الكمية وهحطه في الفرن اهو زي ما انتم شايفين. هحط بقى الصينية دي كده في الفرن، لان الصينية دي بتكفي التلاتة عندي بس اهو. اهي كده زي ما انتم شايفين. هنحطها بقى في الفرن وهخلص بقى باقي الكمية ديت وارجع لكم تاني. كده بقى يا جماعه بعد ما خلصناه، طبعا انا كنت عامله دوت بقى، وطبعا بحطه كده دوت عشان يبقى طري، بحطه في الحاجه يعني وفي الكيس عشان يبقى طري كده زي ما انتم ما شايفين. واهو ده كده لسه طالع معايا من الفرن، فلسه سخن قوي. تعالوا كده بقى نشوفه مع بعض عامل ازاي من جوه. شايفين بقى الجمال والطعامه، حاجه كده سكر. جربوه بقى بنفس الطريقه دي كده، ويلا بينا بقى هتغدى وهنشوف هنعمل ايه. كده بقى يا جماعه عملنا كوبايتين شاي كده، عشان ايه؟ بعد الغدوايه ديت لازم الكوبايتين دول. يلا بينا بقى نشربوا الشاي دوت، وبعدين هرجع لكم تاني عشان نغسلوا بقى المواعين مع بعض كده، ونشوف كمان هنعمل ايه النهارده في مطبخنا. يلا بينا مع بعض. وهو كده بقى يا جماعه زي ما انتم ما شايفين، هعمل بقى كده البوتاجاز. اذكروا الله بقى وصلوا على الرسول في كومنت حلو، وحطوا لي لايكات كتير على الفيديو دوت. اهو كده لقيت العيون بتاعتي نضيفه، فقلت بقى ايه همسحه كده، وهغسل بقى الشعر بتاعته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على فكرة انا كنت حاطة فيها حبة خل ومية سخنة وبالليفة بقى اللي هي ام سلك دي كده، ودعكته دعكة حلوة يعني. انا ايدي فيه اول باول، عشان كده هو على طول نضيف. اهو كده زي ما انتم ما شايفين، نضيف جدا معايا وبقى زي الفل. كل بقى اللي بيتفرج على الفيديو دوت يسيب لي لايك حلو كده وكومنت منه. هنا كده بقى زي ما انتم شايفين خلصت البوتاجاز ودخلت بقى على الشبك بتاعه. برضو كنت حاطه برضو في الميه بتاعه الصابون حبه خل وميه سخنه وشويه صابون بقى اللي هو البريل ده برضو عشان ايدي فيه اول باول الشبك بتاعه، فبرضو مش لامم دهون كتير. كل ما يكون ايدك في الحاجه اول باول كده مش بتلم دهون على طول يعني، بتلاقيها اول باول بتبقى نظيفه يعني. ده اصلا كان مواعين الغدا بتاعنا النهارده، فقلت بقى هغسلها معاكم كده. دي الصواني بقى اللي انا كنت عامله فيها العيش معاكم. فكنت حاطه فيها ميه عشان تبوش. وهو كده زي ما انتم شايفين ببدأ بأول حاجه معايا في الكوبايات. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
عايزة بقى ان شاء الله اعمل معاكم روتين حلو كده للشقة كلها، وهيكون فيديو حلو برضو بإذن الله قريب جدا. كده خلاص بقى بدأت ان انا الم في الحاجة واشطفها. بحب اشطف برضو المواعين اول باول كده. لا اله الا الله. كده بقى هشطف بقى كده كل حاجة غسلتها، واحطها بقى على الصينية اللي انا كنت غسلاها اللي هي الكبيرة ديت. بس يا حبيبي عشان اصفي المواعين عليها لحد ما ان شاء الله هجيب صفاية برضو اللي هي بتاعت المواعين دي. بيبي بيبي بيبي. نعم يا حبيبي. بيبي. ماشي. وهو كده يا جماعة خلاص بدأت ان انا يعني اخلص، ودي كانت اخر حاجة معايا. في بقى صواني كنت شايلاها بقى لها فترة كده يعني، كانت فوق الدولاب بتاعي، فوق الدولاب اللي هو النيش، فبرضو هغسلها معاكم دلوقتي بيبي بيبي بعدين. بيبي بيبي بيبي. لهم حطوا اللايك، حطوا اللايك. قول لهم حطوا اللايك. كده يا جماعة بقى بدأت ان انا خلاص اخلص. واحد لما بيغسل مواعين كده بيحس ان هو فيه هم وانزاح من على قلبه. لما بيكون المطبخ نظيف والبوتاجاز كمان نظيف وكده، فبتحس ان يعني الدنيا حوالين منك نظيفة، وطول ما المطبخ بتاعك نظيف بيكون الدنيا كلها نظيفة. هنا كده بقى غسلت الحوض بتاعي معايا وكمان الحنفيات. بس اذكروا الله في كومنت بقى وصلوا على الرسول، ويقولي كومنت حلو كده يشجعني عشان اعمل لكم فيديوهات وروتينات كتير قوي ان شاء الله مع بعض. الفترة الجاية ديت هنعمل روتين حلو للشقة كلها. دي بقى الصواني اللي بقولكوا عليها، دي صواني ازاز انا اصلا مش بستعملها، دي بيبقى شكل بس يعني شبه الديكور كده في نيش او في بوفيه اي حاجة يعني، بتبقى محطوطة زي شكل كده بس يعني. فهي عشان سودا فبتلم بقى بسرعة تراب ووبر وكده، فقلت اديها غسلة يعني كده وبعدين الفها في ورق كرتون واشيلها. كده يا جماعة خلصتها بقى معاكم اهيت. هحطها بقى تصفى كده شوية. وكده بقى خلاص يا جماعة خلصت اهوت. ما تنسوش بقى تشجعوني بلايك حلو كده منكم. وكده بقى يا جماعة بعد ما خلصت اهو زي ما انتم شايفين المطبخ بقى فله كده. كمان مسحت البوتاجاز طبعا، حاطه الورق الفويل دوت عشان خاطر بس الدهون لحد ما ان شاء الله اركب غطا للبوتاجاز تاني. ودي الصواني اللي غسلتها معاكم اهيت، شايفين بقى العين بقت عامله ازاي وما فيهاش اي حاجه خالص. اشوفكم بقى في فيديو جديد وان شاء الله اشوفكم على خير باذن الله وفي رعايه الله. مع الف سلامه.